هنتكلم بقى النهارده على المبشره الجميله جدا دي. حجمها كبير مش صغير، فيها من ورا سنتين علشان تقدري تسنديها على الطبق وانتي بتبشري، مش بس للجزر والجبنه الرومي والجوز الطيب، لا انا ممكن كمان ابشر بصلايه متلجه. انا بص مطلعاها اهي من الفريزر وعايزه اعمل حواوشي، ومش عايزه الحواوشي يبان فيه البصل، فهنبشرها دلوقتي على المبشره. استنى اشيل القشره دي. بشرها دلوقتي على المبشره وهوريكم بتنزله ازاي. صغير جدا. متقوليش بقى ايه جوزي ما بيحبش البصل، ابني مش بيحب البصل، عيالي بيطلعوه من الاكل، انسي ان هم يعرفوا ان الاكل اساسا فيه بصل. بصي، لا قرب الصوره كمان يا ادم. بص البصل فتافيت هري، شايفه؟ ده هيتوه في الاكل، مش هتلاقيه اساسا، مش هتشوفيه ولا هيحسوا بيه. خبطه كده بالراحه ينزل اللي ورا. بصراحه مبشره عمليه وحلوه جدا. طيب عايزه اقول لكم حاجه تانية بقى النهارده هنعملها. هبشر طماطميه صغيره فيها. عايزه اوريكم الطماطم بتنزل ازاي. الطماطم احنا لما بنحفظها الاول، عشان اتكلم عن النقطه دي، لما بنحفظها في بولات الاي اكس الاحسن ان احنا ما نشيلش ده، ما نرموهوش. ليه؟ هتحفظي الطماطم كده مقلوبه علشان لما تنزل ميه كانها يعني لسه في الزرعه او بتشرب ميه في الشجره. نشيل العنقود ده ونبشرها. السلاح بتاعها قوي جدا، ستانلس طبعا، تابر معروف ان هو ما بيصديش ما بيتلمش. كل حاجة فيها اسلحة عندنا، سواء القطاعات، المفرمة، السكاكين، ستانلس بتاع تابر مش هيتلم معاكي ولا هيصدي، يعني هتشتريها هتفضل معاكي طول العمر. بصوا الطماطمية نزلت ازاي، معصورة مش مبشورة. هنكملها. ولو الطماطمايه مش طريه ناشفه، هتلاقي القشر ده وانتي بتبشري اختفى في وسط عصير الطماطم، مش هتلاقي قشر اصلا. بس هي علشان طريه مش ناشفه معايا ما دابتش. بس القشره دي هشيلها خلاص كده اهو. بصوا الطماطمايه نازله معصوره.